السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أغلى الناس، يلي بتسهروا وبتدعوا، يلي بتحسوا إن الدنيا بتضغط عليكم وبتجبركم، النهاردة جايين نقول لكم حاجة مهمة جدا من ربنا اللي ما بينساش حد. ربنا اللي شايف كل دمعة نزلت من عيونك، وكل مرة اتكسر فيها قلبك. قبل ما نكمل رسالة النهاردة، عاوزاك تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، وتكتب أستقبل الطاقة النورانية علشان تتفتح لنا بوابة نور سماوي نستجلب بيها الخير كله وتحقق لنا كل اللي بنتمناه. عارفة إنك مش لوحدك، ربنا معاك في كل خطوة، حتى لما تحس إنك بعيد أو إن الدنيا ضاقت أو مش بتديلك فرصة. دي مجرد لحظات مؤقتة. ربنا ما بيحبش يشوفك تعبان، ودايما في ظهر اللي بيتوكل عليه. اوعى تيأس، لأن اليأس بيخلي روحك تعبانة ومكسورة، وربنا خلق فيك قوة ما تعرفش عنها حاجة. كل ألم وأزمة في حياتك دي فرصة جديدة لبداية أجمل. لو بتحس إن رزقك متعلق أو متأخر، افتكر إن رزقك محطوط عند ربنا، وربنا دايما بيجيب لك الخير بطرق مش متوقعة. مرات كتير بيجي الخير لما تكون في لحظة ما بنتوقعهاش، فجأة تلاقي باب اتفتح، فرصة عمل جديدة، فلوس جاية، أو حتى رزق معنوي يفرح قلبك. الفرج قريب، بس محتاج صبر، محتاج إيمان، محتاج تبعد عن الطاقة السلبية والناس اللي بتثبط عزيمتك. خليك دايما في صحبة الناس اللي بتحبك وبتدعي لك بالخير. وما تنساش نصيحة الملايكة ليك النهاردة، استغل كل لحظة في حياتك بالدعاء. كل كلمة بتقولها بصدق بتوصل للسماء، وربنا هيستجيب لك في الوقت اللي تكون محتاج فيه. افتكر دايما ان ربنا بيحب يشوفك مبتسم حتى لو الظروف مش سهلة. الابتسامة دي بتفتح لك أبواب ما كنتش تحلم بيها. خليك دايما متفائل، واكتب لنفسك قصة نجاح جديدة كل يوم، وخلي أملك في ربنا أكبر من كل حاجة. وفي الآخر، رسالة بسيطة بس مليانة حب وصدق. بكرة في فرح، فيه رزق، فيه راحة بال، وربنا معاك دايما مهما حصل. ربنا يحميك ويبارك فيك ويخليك دايما في نور وسعادة.